الحق. مفكر نفسه قال ايه حد هيشوفه هيبقى مشهور. معلش يا ابو مكه هو غلبان برضه. بس المصلحة دي تخلص واللي فيه الخير يقدمه ربنا. الحق. ده صاحبك مفكر نفسه بلوجر وقال ايه جايب مكنة يمشي يا بيها. عم تلاقيها مش بتاعته، يا عم تلاقيه مأجرها وجايبها بكره افرجكم. ايه يا جدعان القصه اللي الشيف بجد والله. منظر الجبنه استغفر الله العظيم يا رب. الاكل ايه ده؟ الحق ده عمرو بيلا بقى ليه قناة فعلا وبقى بيعمل فيديوهات. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اعمل له انجر يا عم. انجري ايه ولا اكتب له كومنت وحش؟ لا يا عم ولا كومنت وحش ولا كومنت حلو، اعمل له فر على يتعمل له عشان الريتش عنده ما يزيدش. على رأيك. مش عاوز اي نواقص في المطعم، انا عاوز كل حاجه تكون كامله وانضف حاجه تكون جايبينها. اظن كلامي واضح وفاهمين الحته دي كويس جدا. لازم. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. فشله. ايه ده جاب عربيه بجد يا ايمن. ايه ده هو لعبت معاه ولا ايه؟ وشكله ده القصر ده بتاعه ولا ايه يا محمد؟ كمان ايه ده؟ هو ايه اللي حصل للواد ده؟ ده لعبت معاه بجد. الحق يا ايمن، ده عمرو فتح مطعم وبقى اسمه بيلا وبقى فود بلوجر. كل اخواتي وحبايبي ده اول مطعم ليا. يا ابني هو احنا هنفضل نتريق عليه وعلى الناس؟ امال هنعمل ايه يا ايمن؟ تعالى نروح يمكن نلاقي شغلانه هناك ولا يتصلح حالنا بدل اللي احنا فيه ده. عندك حق يا صاحبي. اهو يا استاذ عمرو اللي حضر بيلا جه. بيلا جايب صواني السويسي. خدمه اسلام ظبط مطبخك واحنا اول الداعمين ليك. مسك الجمبريه قام قالب ظهر المعلقه دي وقام عامل كده عليها. اتفضل القهوه مستعان. حبيبي تسلم ايدك. يا حبي ايه الاخبار؟ لا تمام يا حبيبي الحمد لله، لسه واصل المطعم حالا اهو. ماشي حبيبي في انتظارك، يلا سلام عليكم. اهو قاعد. ايه ده؟ انا مش عايزك تتكلم خالص. بس انت لازم تقنعه يا ايمن المره دي بجد. على الله. يلا ربنا يسهل. اقعد هناك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي اهلا حضرتك وسهلا. يا استاذ عمرو؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن اقعد؟ اتفضل اقعد. اتفضل اقعد. اتفضل. اخبارك ايه؟ الف مبروك اولا. الله يبارك واحنا فيك. كنا جايين نعتذر لحضرتك عن اي حاجه حصلت مننا وبنطلب منك انك تسامحنا. تعتذر لي على ايه؟ تعتذر لي على اساءتك في الكومنتات، ولا تعتذر لي على اللي انت كنت بتشوف الفيديو بتاعي وتعمل لي اغضبني، ولا تعتذر لي على ايه؟ ولا كنت شايفيني ازاي؟ ولا انت كان حلمكم ان انا ما اوصلش؟ طب يا عمرو بس يا استاذ عمرو احنا جايين لحضرتك وبنطلب منك انك تسامحنا عن اي حاجه حصلت مننا لحضرتك وتقف جنب اخواتك وولاد منطقتك وتشغلنا معاك في المحل. انا دايما ما بحبش ارد سائل في حاجه، ولكن خليك فاكر ان انا ربنا كرمني ووصلت للي انا المرحله في دي عشان ما كنتش ببص للي في ايد غيري. دي نصيحه مني ليكم. عامه انا كنت طالب حد وعاوز اتنين يشتغلوا امن. موافقين تنزلوا تشتغلوا امن؟ امن. مش عاجبك امن؟ انت اصلا مش هتنفع تشتغل امن. انت هتخش تشتغل ستيور في المطبخ، وايمن هيخش يشتغل امن. تحت امرك يا استاذ عمرو. خشوا لابو ليلى قولوا له انا مستر عمرو اللي بعتنا ليكم، هو عارف هيعمل لكم ايه. اتفضلوا. شكرا جدا. نشغل اللوجو قبل ما مستر عمرو يعدي. اشتغل. ايه يا ايمن ازي حضرتك يا مستر؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. مبسوط معانا في الشغل؟ جدا يا مستر، يا رب حضرتك انت اللي تكون مبسوط مني. انا مبسوط. طول ما انت بتبدا وتشتغل على نفسك ربنا هيكرمك. طب انا ليا طلب صغير بس يا استاذ اتفضل. عمرو. انا نفسي حضرتك ترقيني ابقى حاجه تانية غير الامن. بص يا ايمن، هقول لك نصيحه تحطها حلقه في ودنك. اتفضل. طول ما انت باصص في كراسه غيرك عمر ما ربنا هيكرمك. بص في كراستك انت وانتبه لشغلك واشتغل على نفسك في مكانك، ربنا هيكرمك وهتنجح وقريب هتلاقي نفسك تبقى مدير امن. يعني انا عاوزك تبقى انت مركز في الحته دي. تمام يا ايمن؟ تمام يا استاذ عمرو. ودي نصيحه لكل الناس، كل واحد يبص في كراسته ملوش دعوه بكراسه غيره. صدقني لو بصيت عليه كراسه غيرك عمرك ما هتنجح. طول ما انت بتبص للناس بمنظور قليل عمرك ما هتنجح. والحمد لله رب العالمين انا النهارده واقف في مطعمي بفضل من ربنا سبحانه وتعالى،
رغم الانتقادات الكتيره جدا والهجوم الحاد جدا، وناس مش سايبه حد في حالها. بص لنفسك عشان تنجح. طول ما انت باصص للناس بمنظور صغير هتفضل قاعد على القهوه والناس حوالين منك بتكبر. بحبكم في الله، سلام.